السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله الجميع بخير وصحة وسلامة. حبايب قلبي، رجعنا لكم بشرح بسيط وسهل مثل ما تعودتوا، اللي هو شرح استرجاع حساب الفيسبوك معطل بمكان نوع تعطيل، وحل مشكلة اللي أغلب الشباب يعانون منها، حل مشكلة البريد الدعم والفتح القضية. حل مشكلتهن كل ما عليك تابع وركز وإن شاء الله المستوى ما يحتاج لا تجيني إليه ولا تروح لأي واحد غيري. القصد منه أنت من هذا الشرح راح تستفاد منه وتطبق وتن مستفاد. كان شرح لك أو غيره، هواي شباب شارحين شروحات، أنت استفاد بنفسك يا حبيب قلبي، ما يحتاج تروح لأي واحد. وإذا احتاجت شي صعب ما قصر لا أني ولا أي شخص اللي على اليوتيوب موجودين، الموجود ما يقصر وياك. المهم تفتح حسابك هسه مثل ما تشاهد، تم تعطيل حسابي. إذا هنا قلت لديك أي مخاوف أي استفسار، يرجى زيارة يعني موقع المساعدة مالتهم. انت تعرف كل شي هنا، عليك تجي هنا وين، اضغط هنا مثل ما شاهد، اضغط هنا عيف كل شي. هنا مثل ما شاهد تم تعطيل حسابي الشخصي على الفيسبوك. عيف اي شي همتين، ارسال طلب اخر وحدة. هنا اللي يطلب من عندك يطلب بريد الكتروني واسمك وهوية والوصف. انا حمليهن وارجع لكم مرة ثانية بحيث ما يطول الشرح عليكم هواي. رجعت لكم حبايب قلبي واعتذر منكم على قطع الشرح، بس بين ما كملت المعلومات ورجعت لكم. المعلومات اللي هو البريد الالكتروني والاسمك، بس ملاحظة واحدة صغيرة على الاسم يا حبيب قلبي اذا مختلف ما يرجع شي اكيد، لازم اسمك مطابق مثل ما شاهدون هسه نايف عبد الامير، ونفس ما موجود بالجنسية موجود على الحساب الفيسبوك، ما مختلف بكل شي. وترفع الهوية وحط الوصف، وهنا اعطي ارسال، نعطي موافق. ما اشياء كذا اعطي موافق، ما حيجيني بريد دعم. هسه تشوفون قدامكم ما جاني بريد دعم. حبيب قلبي من اول بداية لازم تطلب موقع كمبيوتر. قلت لك اني اللي ما يعرف اوضح له مرة ثانية. هنا مثل ما شاهد طلب موقع كمبيوتر، تأشر عليها راح يفتح عندك موقع كمبيوتر. المطلوب بعد من عندنا هنا نمسح الرابط، تكتب هنا تكتب طلب بيانات شخصية. انا ما حاط لك روابط، اكتب وحيطلع لك الروابط. مود لا حد يقول لي الرابط غير شغال او معطل او غلط، اكتب وحيطلع لك الرابط. تكتب هنا طلب مثل ما شاهد، طلب بيانات شخصية. تضغط على اول وحدة، هنا تضغط على اول وحدة، طلعت لك هاي. اقرب لك الشاشة بحيث توضح لك. حبايب قلبي تجي هنا على اول، هنا على اخر شي، تجي هنا على اول وحدة، وهنا مثل ما شاهد تنزل لي جوه تم تعطيل حسابي الشخصي. شو ذن الاختيارات طلعت لنا هنا. الاسم الاول، خليني اوضح لك. هذا الاسم الاول اللي موجود بالكامل، نحط الاسم. هنا البلد العراق. هنا نحط البريد الالكتروني، هنا نحط بريدك الالكتروني مالتك الشخصي. احط انا بس حرف لان نقص حرف هذا. تحط مرة ثانية هنا البريد الالكتروني مالتك، يعني مكرر البريد مكرر مالتك نفس الشي. وهنا احط بس الحرف. هنا تجي تعطي موافق ونعطي ارسال ونشوف البريد الدعم مالتنا هسه يجينا او ما يجي. نعطي ارسال ننتظر ثواني. مثل ما تشاهدون قدام عينكم هسه جانا بريد دعم. اللي عليك شنو هو؟ تاخذ الرابط كله هنا، تاخذه وتسوي له نسخ، تحفظه
تحفظه. هسه ما أحفظ أني المطلوب بعد شي أريد. المطلوب أجي أرفع الهوية وأرفع وصف من جديد. أجي أرفع هوية وأرفع وصف من جديد. ننتظر 5 دقايق ونرفع الوصف وأرجع لكم ثواني. ننتظر يعني 5 دقايق وأرجع لكم لحد ما يجينا الرد. رجعنا لكم حبايب قلبي مرة ثانية، واعتذر على قطع الشرح بس ما أحب أطول عليكم. هسه إذا تشوفون إجانا رد. الرد هذا وين مثل ما تشاهدون، هذا هو الرد. أنا ما أريد كل شي، اللي أريده شنو هسه من هذا الرد. اللي أريد أرفع هويتي وأرفع وصف مرة ثانية، والقضية عندي مفتوحة، والبريد الدعم مفتوح عندي بعد، ما أحتاج أي شي، أقدر أتواصل وياهم. المطلوب بعد شنو عندنا؟ المطلوب هنا تجي على سهم، نرفع هنا اللي هي مرفق مثل ما شاهد. أنا حرفع الهوية والوصف وأرجع لكم. رجعت لكم مرة ثانية حبايب قلبي. حبايبي هسه مثل ما تشاهدوا قلت لكم جانا رد. هذا هو الرد. وهسه رفعت الهوية المرفق، وحطيت الوصف، ورسلت حرسل الرسالة. قبل أي شي لازم تحفظ اللي هو هذا هو الرابط بالكامل، لازم تحفظه مثل ما شاهد. تسوي له نسخ وتروح تحطه على أي شي عندك حافظته، محافظة أو على أي شي أنت بعد يمك ما يحتاج. أو إذا تريد تحفظه من هنا على سطح المكتب. على سطح المكتب تجي هنا مثل ما شاهد، تعطي هنا إضافة إلى شاشة رئيسية، وتكتب عليه بريد الدعم أو على أي شي تكتب عليه. هسه راح أشوف لك أنا إيش أكتب عليه. راح أكتب عليه حساب. هذا أنا حساب، راح أكتب عليه وأعطيه إضافة. راح ينزل على سطح المكتب مال الحساب مالتي، يعني مال الموبايل مالتي. هسه هنا أعطيه إرسال. راح ترفع الهوية، ننتظر ثواني، هي والوصف راح يرفعن. مثل ما تشاهدون هسه رفعت هذا الوصف الرفع مالتي، وهذا الرد الثالث مثل ما تشاهدون، اللي هو هسه الثالث اني دزيت لهم الهوية ودزيت لهم الوصف. حبايب قلبي اتمنى من الله تستفاد من الشرح، ولا تنسى لايك واشتراك بالشرح. واللي ما فهم راح اوضح لك اكثر باكثر. الروابط راح احط لك اياها تحت الفيديو، اللي ما يعرف واللي يعرف مباشرة يكتب ويطلع له الروابط، لا يحتاج لا رابط ولا هاي. بس عليها احط لك الوصف تحت الفيديو، وبعد يمك كل الشغل. ما يحتاج لا تجيني إلي لا تجي لأي واحد، أنت بنفسك اكل حسابك. مو القصد غير شي، لا الله شاهد، القصد الغاية أنت تتعلم بنفسك وتطور نفسك بنفسك أحسن إلك. ولا تثق بأي شخص على الانترنت. القصد أغلب الناس ياخذون هويتك ويأكدون بهويتك، وأنت يطيزوك. مع احترام كم شخص يعني محترم ويشتغلون بطريقة صحيحة، بس كم واحد حاجة سامع مخربط عم على الدنيا كلها. المهم هذه جاي خلاص شرح، اتمنى تستفاد من الشرح، واتمنى انت بنفسك تأكد حسابك وتسترجع حسابك. واللي ما فهم الحفظ البريد الدعم اوضح لي اياه. هذا هو البريد الدعم، وينه؟ هذا البريد الدعم مثل ما تشاهدون. بريد الدعم هنا ينحفظ عندك على سطح المكتب كهيجي اسطوانة. اللي جاي وخلاص الشرح. إذا عجبك سوي لايك واشتراك، وإذا ما عجبك بعد يمك هاي الشغلة. في مال لا شباب.